جيت اليوم نعاود لكم القصة ديال الابنة ديالي. قصة البنت ديالي العروسة. الحكاية ديالها كتوجع في القلب وضراني لحد الآن، واخا على مر هاد السنين كاملة. بغيتكم تسمعوها البنات ويا العيالات بقلبكم ماشي بالمسامع ديالكم. هاد القصة ماشي غير قصة ديال عروسة، هادي قصة وحدة منكم، وحدة من بيناتنا. وانا كأم كنقول لكم هادشي باش تعلموا وباش تشوفوا كيفاش الحياة ممكن تقلب في لحظة، وخاصة ان البنات كيتعرضوا لظروف كتخليهم يعيشوا معاناة ماشي سهلة. بنتي اللي كانت في العمر ديالها فقط 26 سنة كانت فرحانة، كانت شابة، كانت داخلة على حياة جديدة، وكنت أنا متأكدة أنها غادي تبدأ حياة جديدة. ولكن ما كنتش عارفة أن داك النهار غادي يكون آخر نهار في حياتها، النهار اللي تبدلت فيه كل شيء في وسط الفرح والزغاريت، وكل شيء كان تيقول لي مبروك ما درتي على بنتك. لقيت روحي كتقلب في وسط الحزن والمفاجأة، لقيتها ميتة في ليلة الدخلة ديالها اللي كانت غادي تكون أحسن ليلة في حياتها. هادشي خلاني ندور غير في جنابي وكنسول وتنقول لهم علاش هادشي، كيفاش وقع هادشي، وشكون كان ورا هاد الجريمة، علاش يكسر الفرحة ديالي وديال بنتي اللي ماتت ومشات للقبر. ما عمرو كان كيطيح لي على بالي ان ديك الهالة ديال الفرح غادي تحول لمأساة في لمح البصر، فاجعة ضرباتني وضربات كل شيء. هادشي كان اكبر من اي توقع. هاد القصة ما غاديش تبقى غير كتداول بيناتنا، جيت نشاركها معكم اليوم. بغيتكم تشوفوا كيفاش الانسان ممكن يكون ضحية في حياته، وكل واحد فينا يمكن يكون عنده دور في حماية نفسه، خاصة البنات. كنقولها لكم من قلب ديال الأم، خليوا هاد القصة تدخل قلبكم ودماغكم وخليوها درس في حياتكم. وجيت اليوم نعاود لكم القصة ديال بنتي. السلام عليكم، أنا سميتي حبيبة. اليوم جيت نعاود لكم القصة ديالي من الأول حتى الآخر. قصة حياة، ولكن توجات بواحد المأساة اللي كبيرة. أنا كنت كنحضر واحد الدوار اللي سميتو دوار الرمل، كان في الجهة ديال وزان. كما كتعرفوا داك دوار الرمل كان دوار يعني بدائي بزاف، وحتى المتطلبات العيش ما كانش فيه، ما كان فيه لا ما كان الديور غير على قد الحال. كانت بضع مساحات ديال الأراضي اللي كنا كنقتاتو عليها، وكاين اللي عنده شي أرض تيزرعها وتيبيع الحصاد ديالها، ولا شي بيضات ولا شي زويته كينوض يبيعها في مدينة وزان، وهكا كانت الأمور. أما الأب ديالي كان عنده واحد الثانية وكان تيزرعها وتيخدم فيها، وكنا عايشين معاه. كنا حنا 8 ديال النفوس، خوتي وخواتاتي. كنت أنا البنت الوسطانية، كانوا عندي 2 خواتات بنات. بالنسبة لي أنا كنت البنت الكبيرة يعني في البنات، أما الذكورة كان الأخ ديالي الكبير اللي سميتو محمد وتابعينو 2، وعاد أنايا الكبيرة، يعني كنت أنا عندي الرتبة الرابعة، وفعلا كانت عندي الرتبة الأخيرة وماشي الرابعة في كل شيء، بحيث أن داك الدوار كان جاهل ومواعيش. والأب ديالي ما عمرو فكر يدينا المدرسة، لأن المدرسة كانت بعيدة بزاف في داك الوقت، كانت بعيدة بزاف ومازال ما تبناتش لنا شي مدرسة اللي مزيانة. فداك الدوار كان غير المسيد، والمسيد كانوا كيمشي له الإخوان ديالي. كنت أنا واحد المرأة اللي أمية ولا تفقه شيء في هذه الحياة. مهم كنت غير عايشة وصافي. كان نهار تيعاود راسو، وكنت على أمل أنني نلقى واحد الزوج اللي غاجي يتزوج بيا، بحيث أن القرية ديالنا كان فيها زواج القصيرات بزاف. كان كلشي كيتزوج يعني في داك العمر ديال 15 16 وحتى 13 عام. كان الأب المهمة ديالو الرسمية أنه يتخلص من بناته ويزوجهم لأي واحد كان. وفعلا داكشي اللي طرا. احنا تشبعنا بهاد الافكار منذ الصغر. كان ديما امي كتقول لي واش قاي وتعلمي الشقا وتعلمي ديري هادي باش تمشي لدار راجلك. هذه هي الهضره اللي كانوا كيعلمونا،
وكناكلوا العصا على شي حوايج تافهه باش غير حنايا حقا نتعلموا الشقا ونتعلموا الغسيل د المواعن، باش العجوزه ما تضرش فينا وباش اللوسه تقولها فينا زوينه. والحياه ديال العيالات والنساء تماك كتمحور غير على هاد الشيء، الراجل، العجوزه، اللوسه، وانك تكوني مرا ولاده وكتولد الدراري وماشي غير البنات. وكان النهار الكبير عند العيالات كاملين هو انهم فاش تمشي لدار عجوزتها ولوستها وراجلها انهم يقولها تبارك الله عليك راكي حادقه، وهذا الشيء اكيد ما غاديش تسمعيه من فم العجوزه وخاصه في ديك المنطقه. ما علينا، كبرنا فهاد الاساطير وفهاد الهضره والتخاريف. هي مزيان الانسان يكون تنظف راسو تيكون حادق، ولكن ماشي غير ان هاد الشيء تمحور حياته على قبل هاد التخربيق هذا كامل. في بديت كنكبر شي شويه بلغت، وهنا ولا الاب ديالي كيشوف فيا بواحد النظره اخرى، بحيث انني صافي تمنعت انني نخرج نبقى نلعب مع صحاباتي باب الدار، ولا كان خاصني نمشي نجيب الحطب ولا نجيب الماء نسقي من الساقيه. هادشي اللي خاصني نمشي ندير ونمشي وما نتعطش، لانني صافي كبرت وانا يلا في العمر ديالي 13 سنه، وراكم عارفين يعني 13 عام باقي عقلي صغير وباقي بزاف د الحوايج. ولكن بقوه ما تشبعنا بديك الافكار ولينا تنفكروا بان وقتاش غيجي داك الفارس المغوار ويجي يديني انا من هاد الدار. ما علينا، بقيت انايا في الدار حتى وصلت للعمر ديال 15 سنه. جا واحد السيد عند الاب ديالي، قال الاب ديالي بانه شافني كنسقي الماء وعجبته. وهذا السيد هذا في العمر ديالو نقدر نقول لكم شي 40 سنه، وكان عنده يعني 2 وليدات، والزوجه ديالو الاولى توفات والثانيه تزوج بها وطلقها. المهم الاب ديالي قال لي مرحبا باللي جا وجاب، دخل الباب من بابه، مرحبا بك. الام ديالي شافت يعني داك الراجل قالت لي ودي راه البنت باقا صغيره وربما غيجيها سعدها في جهه اخرى. قال با حنا الراجل ما كيعيبو غيجيبو، وواخا يكون عنده الدراري صافي تا هي تولد معاه ولادها وهذا الشيء اللي عطا الله، وشنو فيها اصلا الا تزوجات به. الام ديالي قالت له صافي اللي درتيها انا معاك. واخا امي ما كانش عاجبها الحال انني نتزوج التزويجه الملاوطه، لان الراجل ديجا كان مزوج وعنده الولاد وكبر مني بسنين كثيره، ولكن للاسف كان مغلوب على الامر ديالنا. ما علينا، بقيت انايا بحال هكا تنبكي، قلت لهم انا مبغيتش نتزوج راجل، يعني كنبكي غير على امي راه ما كنبكيش على شي حد. قلت لهم ما بغيتش نتزوج راجل ديجا عنده الولاد، حيت كنت كنشوف يعني مثلا شي صحاباتي وهذا كيشوف تزوجوا شي راجل عنده الولاد وداكشي ديما تيبقاو في المشاكل. قالت يا بنتي ما عند الميت ما يدير قدام غسالو، صافي ضايب الامر الواقع شنو غادي ديري كاع. وبقيت كنطلب الله تنقول يا ربي ما يكونش هذا الراجل من النصيب ديالي. بقيت نطلب الله وفعلا الحمد لله ربي استجب لي الدعوات ديالي وربي يستر. كيفاش انايا تخلصت من هذا الراجل؟ ما علينا، هذاك خينا اللي كان سميتو عبد القادر على ما اذكر، صيفت الام ديالو وصيفت خوتو، صافي جاو جلسوا معانا، ومعاهم كانوا شويه في القبيله ديالنا ميسوري الحال يعني عندهم شويه ديال الفلوس. جاو بداو تيمسقوا فينا، حنا كنا الناس دراوش ما عندناش صراحه الله، عندنا ديك كما قلت لكم ديك الثانيه كنقتاتوا عليها، وهذا الشيء اللي عطا الله. صافي جات امو بدات كتطلع فيا وتنزل، كنت انا لابسه واحد البيجامه عاديه وهي اللي اصلا عندي يعني مزيانه، هي اللي كنت بعض المرات تلبسها في العيد ولا هذا، يعني هذا الشيء اللي كان عندي. بقات كتطلع وتنزل فيا وبلا حشمه بلا حياه، قلت لها ولا لا البنت ما زويناش صراحه، ولدي كيبغي الزين، والعروسات اللي كانوا قبل منها كانوا من داك الشيء رفيع. صافي الام ديالي قالت لها اختي الزين لا زين الفعال، وبقاو تيتعاطاو بالهضره. مو صافيت على الدم جمعت راسها ومشات في حالتها. صافي من مشات في حالها وصلت الهضره للاب والاخوان ديالي، جا با تيغوت على امي وضربها، قال لها علاش تتحرمي رزق البنت والراجل لاباس عليه ويقدر يعاوننا في بزاف د الحوايج. يعني هنا عاد فهمت بان الاب ديالي كان باغي يبيعني وباغي يتسمصر فيا غير بسبب انه هو باغي شي حاجات من داك الراجل، ماشي انه يستتني ومشي يزوجني لشي واحد اللي تهلا فيا. لا 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 لا، هادشي كامل ما كانش بال هذيك المنطقه نهائيا. الا باك بغى يزوجك يا غيتهنى منك
انه ما يبقاش يصرف عليك ويجيب لك ما تاكلي، او لا انه عنده فيك شي مصلحه. ما عرفش زعما صراحه الله، ما عرفتش كيفاش كيفكروا. المهم انا حمدت الله وشكرته، واخا با جا غوت عليا وهذا قال لي ما كي ما لبستيش مزيان كذا. قلت له با هادشي اللي عندي. تا انا خلطني معاها، وتا خويا بدا تيقول لي علاش نتيا الراجل كان يعاوننا، وراكم عارفين ديك العقليه ديالهم. دازت ايامات بحال هكا، وحمدت الله انني ما تزوجتش بداك الراجل، لان من بعد سمعت بانه خطب واحد البنت ومسكينه زوج بها ودوز عليها العذاب المعذب، بحيث انها كانت ديما بحال شي خدامه، كانوا كيصيفطوها لشي 2 ديور ولا 3، الدار ديال جداتو، الدار ديال خالته، وكانت الامور جد سيئه بزاف. قلت يا ربي تعوضني خير بشي راجل اللي يكون مزيان ويتهلا فيا ويعوضني حتى على هاد العيشه اللي عايشه مع هاد الوالدين، بالاحرى نقولوا با هو اللي محرر فينا العيشه، لان امي مسكينه كان مغلوب على الامر ديالها. بقيت كندعي الله وربي استجب لي لدعواتي في العمر ديال 16 سنه، يعني تقريبا دازت عام على هاد الشيء اللي عاودت لكم. في 16 سنه جا واحد الراجل تطرق الباب، جا عند با. هو صراحه ما فحالوش، يعني واحد الراجل اللي دريويش وعلى قد الحال، ما عمرو تزوج، وكان كبر مني صراحه في العمر ديالو 31 سنه. كان دار بزاف ديال المحاولات وما ربي ما يسر ليش، وكان مسكين يعني ما عندوش صراحه. كان ورث على دارهم واحد دويره صغيره يعني فيها شي 2 بيتات وصافي. المهم جا عند الاب ديالي قال له راه بغيت نتزوج بنتك. قال له صافي مرحبا. وهو يجي عندي وهضر معايا قدام امي، قال لها شوفي بغيتو غير الزواج الملاوط، انا غادي نزوجها بواحد الله يخليها ويخليه بالخلا، بجوجكم تكونوا مكملين، هذا هو سهمك وهذا هو اللي غادي تزوجي به. بقيت انا كنفكر تنقول شكون هذا الراجل هذا اللي غادي نتزوج به. المهم ما يكون شي مزوج ويكون داك الشيء على قد الحال، ما عنديش مشكل. المهم القناعه كانت عندي، وكنت كنقول ربي غادي يسر لي الامر ديالي. وفعلا داكشي اللي طرا، هذاك السيد كان الاب ديالو ميت وخلى لي ديك الدويره، والام ديالو كانت عايشه معاه مرا كبيره، وخوتو كان كل واحد وفين مجليه، اللي ما عرفت فين في الرباط، اللي في طنجه، كل واحد فين خدام. هو اللي بقى مع ميمتو مقابلها، وهادشي عاد عرفتو من بعد. داكشي علاش شويه تعطل في الزواج، وخاصه انه هو اللي كان تيصرف عليها، ومع كانت شويه مسكينه مريضه كانت يديها للرباط، وخوتو كاع ما كانوا كيمدوا لي كاع يد العون. ما علينا. هذا الراجل شنو كان تيخدم في السواني، يعني مثلا كانت شي ثانيه كيهز المنجل والعتله والفاس وكيمشي كيخدم تيقلب الاراضي، وربي كان ميسر ليه الامور والحمد لله على كل حال. المهم الانسان كيسعى في هذه الحياه، ما كيهمش داك الرزق اللي انت كتاخذه. ممكن تقدر تشوف بواحد المنظور انك نتايا الا بغيتي تطور راسك يقدر ربي يسر لك، اما الا كنتي كتشوف وقانعي بداكشي اللي عندك فراكم عارفين بان الدنيا فانيه وغادي تمشي واحد النهار وغادي تموت. فلذلك الانسان يقنع بداكشي اللي عنده، وما فيها باس يطمح شي شويه انه يطور من نفسه. الزوج ديالي مع كانوا شويه المشاكل وهذا، كان مسكين يعني ما كانش كيطمح بزاف، كان باغي يعيش غير حدو قدو وتيقول اللهم لك الحمد. المهم هو اللي كتب لي الحمد لله، وكانت الرمانه اللي حليتها كانت زوينه وحمراء وكل شيء فيها مزيان، الرمانه ديال الزواج بالطبع. ما علينا. قال لي يا ربا هذا هو اللي غتزوجي به. صافي فرحت صراحه من شتو. جاب ميمتو جلست معانا، كانت واحد المراه درويشه مسكينه، ما كانش يعني داك بحال ديك الام ديال داك خينا اللي الاولاني، كانت واحد الام باينه عقروشه وغادي تخرجها مني. هذه كانت مرا عيانه، كانت هضرات معايا قالت لي بنتي زعما راه ولدي درويش وخاصك غير تعيشي معاه وان شاء الله غيحطك فوق راسو. قالت واحد الهضره زوينه. صافي الحمد لله تزوجنا، وراكم عارفين زواج الفاتحه اكيد. ديك الساعه ما كان لا هادي لا كذا، ولكن راجلي قال لبا قالوا لا غنجيبوا العدول ونضربوا الصداق، وخبا قال لي انا ما عنديش مشكل اللي بغيتيها، لان الدوار ديال تماك ما كاش عندهم مشكل كيزوجوا من بالفاتحه. فعلا جبنا العدول، درنا واحد الجليسه صغيره
حيت با مبغاش يخسر عليا داكشي، خسر غير راجلي رشيد، ومشيت لعش الزوجيه ديالي. المهم الام ديالي فرحات ليا، قالت لي واخا انا ما كرهتلكش شي راجل يكون ميسور، ولكن هذا الراجل بين ولد الناس وحتى ميمتو بنت الناس. جلست معاهم الحمد لله، دوزت معهم واحد العام. صراحه كنت كنعاون راجلي، كنت كنعاونو في ميمتو، كنت كنصب لها حوايجها، كنت كنخرجها بعض المرات، وكانت الحياه زوينه صراحه، درتها بحال امي الثانيه. صراحه الله عشت معاه ايام يعني شغنقول لكم واعره وزوينه. في العام الثاني ديالي اللهم لك الحمد ترزقت يعني بواحد الوليد، حملت وولدت، وكانت الامور جد طيبه. ولدت ولدي اسامه. كنت فرحانه به بزاف. يعني اول ولد يعني جاني ولد ذكر، وراكم عارفين العقليه هادشي اللي ما عطى الله، هادشي باش تربينا عليه. كنت فرحانه، قلت اخيرا غيولي عندي جوج رجال، يعني راجلي وولدي اللي غادي يكونوا مسخنين ليا كتافي. ما علينا، دازت واحد 3 سنوات بحال هكاك، بقيت انايا مع راجلي، ربي ما جاب شي الرزق ديال الوليدات، والابن ديالي غادي وكيكبر. ودازت ديك 3 سنوات هكاك 4، وانا نولد بنتي مريم الثانيه. كنت فرحانه وكانت الامور مزيانه. كان راجلي مسكين تيشقى بزاف، وكانت الصحيحه ديالو ما نكذبش عليكم تماره راه كتهد، راه ماشي زعما تقولوا الا راه كيدير مجهود عضلي، ولا ما كانتش الماكله مزيان والنعاس مزيان راه اكيد ما غاديش داك السيد غادي يهدم راسو، ماشي غادي يزيد القدام. دزت تقريبا واحد السنوات طويله ما بين الولده ديالي الاولى والولده ديالي الاخرى الثالثه، تقريبا نقولوا دازت شي 10 سنين عاد ولدت البنيه ديالي. المهم دابا ولاو عندي 3 ديال الوليدات، 2 بنيات وعندي وليد. راجلي دخل ولدو للمسيد، وديك الساعه كانوا بناو لنا واحد المدرسه، وصافي مشى الابن ديالي تيقرا. دخلت بنتي مريم ودخلت حتى بنتي الاخرى. كنت كنديهم ونجيبهم مدرسه، واخا كان عندنا عيب يعني بان زعما البنت تمشي، ولكن الحمد لله كانت الامور ديك الساعه بدات كتطور، وصافي الامور مشات على اتم حال. وليداتي كانوا تيقراو، ولكن الابن ديالي كان عنده عقليته في شكل، هو كان معصب بزاف، وخاصه من وصل يعني المراهقه، حيت كيشوف الاب ديالو مغلوب على الامر ديالو، بحال ما كيعزيزش عليه الصداع، ما عزيزش عليه المشاكل، ديما داخل سوق جواه تيقول لي ولدي انا ما باغيش المشاكل. مثلا شي واحد يجي يحقر علينا، كان ولدي كيخرج له كيبقى يغوت تيقول له ما تحقرش على با، ما ديرش ما تفعلش. مثلا شي واحد مشى اللي عنده الارض ديالو يخدم معاه ما عطاش الفلوس، صافي راجلي كي مسكين تيقول لك ماشي مشكل داك الرزق ما مكتبش ليا. ولكن الابن ديالي هنا فاش كبر وبلاغ ولا راجل، ولا تيحاول انه يعاون باه وتيخدم معاه. ولكن هنا ولدي ما كانش بالعقليه ديال باه انه وما باغيش المشاكل، ما باغيش هذا، بالعكس كان الابن ديالي باغي يطور راسو، وكيقول لي امي انا ان شاء الله انا نكون هذا الراجل ديال الدار، وانا اللي غنخدم عليكم، وان شاء الله نريح با ونخليه يجلس. وفعلا كان تيقول الابن ديالي اسامه الاب ديالو تيقول له شوف با بلا ما تمشي تخرج. ولكن راجلي كان شويه بنفسه تيقول له انا ما نرضاش ولدي، انت اللي تخدم عليا وتخدم على وليداتي، ما يمكنش، انا الراجل ديال هاد الدار وانا اللي غنخدم على هاد الدار. المهم كان بزاف ديال المناقشات، والحمد لله الابن ديالي كان تيخدم هنا ولهيه، وكان تيجمع الفلوس، ومره كيدخل علينا شي تقديه ولا شي قفيفه، وصراحه اللي طلبتها منه كان تيجيبها ليا وكان مرضي ميمتو. دازت واحد شويه ديال الوقت والابن ديالي بدا كيطور في راسو، ولكن هنا سبحان الله العظيم ما كينزع رزق حتى كيعطيك رزق اوفر منه. ولكن فعلا كان الراجلي واحد الرزق اللي ما عمره غادي يتعوض. راجلي بدا كيتعب، وكانت ديك الساعه الام ديالو ماتت، واثرات فيه بزاف نفسيا وجسديا وكل شيء، لانه كان مولفه بزاف. دازت واحد الايام وبدا تيمرض واشتد عليه المرض. مشيت قلت لولدي، قلت له راه ولدي خصنا نديو باك للسبيطار، لان الابن ديالي ما كانش كيجي بعد ما كيهبط للمدينه، كيهبط لشي بلاصات كيبيع ويشري. المهم انا ما كنتش عارفه شنو كيدير، ولكن بدا كيشري الغنيمات وبدا كيحاول انه يطور من راسو، وبدا تيدير بزاف ديال الحوايج. قال لي صافا ما نديوه لهذا الرباط ولا هذا، نديوه للمستشفى.
فعلا مشينا بقينا واقفين، راكم عارفين المستشفيات كيفاش دايرين. خدينا واحد لو رونديفو، ولكن الزوج ديالي قبل ما يجي لو رونديفو كان توفى. صبحنا على ديك الفاجعه وديك الكارثه اللي ضراتني في خاطري صراحه. وبقيت تنقول يا سيدي ربي شنو غادي ندير من بعد منك رشيد. ولكن الحمد لله كان الابن ديالي واقف بجنابي وقال لي ميمتي انا ما عمري غنتخلى عليكم انتي وخوتي، على راسي من الفوق. فعلا داز واحد شويه د الوقت. الابنه ديالي ديك الساعه قبل يعني شحال هادي كان باها في الحياه. بنتي كان جاها واحد السيد، ما عرفتش انا واش كانت كتعرفو والله اعلم. صافي كان جاها وقالت لينا مي راه بغيت نتزوج به. وديك الساعه كان با مازال مريض، وزوجناها ومشات انتقلت للمدينه ديال العيون هي وراجلها العساكري. ما علينا، كانت هي تزوجات وبقيت غير انا وبنتي الصغيره وولدي الكبير. المهم ولدي الكبير كان جمع شويه ديال الفلوس وقال لي بانه غادي يمشي يكري شي ارض اللي غيبقى يحرث فيها ويدير فيها داك الخضيرات وهذا، ويطور من العمل ديالو ويدير شويه الماشيه وشويه ديال الدجاج باش يبقى يبيع شويه ديال البيض وغيطور يعني من الحياه ديالو. قلت له ولدي الله يكمل عليك والله يكون منك والله يرزقك من حيث لا تحتسب. فعلا الابن ديالي دوك الفليسات اللي كان جامع مشى كرا واحد الارض وبدا كيزرع فيها، وكان تبارك الله عنده يعني ديك الحرفه في يديه وبدا كيدير بها خضيره، وكان مره كيبيعها. وبدات الامور غاديه على اتم حال، بحيث انه كان تيصرف علينا وما كان خلينا يعني مخصوصين من حتى شي حاجه. كانت الامور كلها مزيانه وبخير واللهم لك الحمد، وكنت فرحانه بحياتي. واخا كان راجلي كنتفكروا مره وكان بكي، ولكن تنقول اللهم لك الحمد اللي كيقول لك اللي خلف ما ماتش. يعني راجلي ولد لي راجل وواقف معايا كيف ما هو كان واقف مع ميمتو، حتى انا وقف يعني معايا الولد ديالي. ولكن اكيد الحياه ما غاديش تعطيك يعني السعاده ديما، اكيد غادي تجي واحد التقلبات، وربما ربي كيختبرنا يعني بشي حويجات اللي واخا تيجيونا قاصحين في الاول، ولكن في الاخير كنتقبلوا الامر ديال الواقع. المهم الابن ديالي كما عاودت لكم كان عصبي بزاف. فاش كان كرا ديك الارض ديال باش كيحرث فيها وهذا، واحد السيد كان بالجانب ديالو كانوا عنده واحد 2 بقيرات، وكان عنده واحد تراكتور يعني ولدتو من الاب ديالو، وكان تا هو خدام على شي ارض ربما كانت ديالو ولا ما عرفت شاريها الله اعلم. وكان عنده داك التراكتور وكانوا عنده 2 بقيرات. وللاسف يعني الابن ديالي كان يعني العقل ديالو متصلب ومتحجر. انا نعاود لكم شنو طرا. دابا هو كان تيدير ديك الخضيره وهذا، كانوا دوك البقيرات تيدخلوا له لهذا الثانيه ديالو وتيبقاو ياكلوا له من ديك الثانيه، تيبقاو ياكلوا. هو تيبقى يجري عليهم الابن ديالي، ومشى لعند الراجل تيبقى يغوت عليه وقال له علاش نتايا تتخلي هاد البقر ديالك يدخل عندي بالعاني انت كتخليهم يديروا. وكان ديما كيتشكالوا بانهم كيخرجوا له على الزرع اللي كيدير تما. وتا واحد النهار الابن ديالي كان معصب بزاف، وميم كان معصب مشى شد واحد الجنويه ومشى ضرب له دوك البقرات ديالو، بقى تيضرب فيهم وقتلهم. وهو يمشي عند هذاك الراجل بدا تيغوت تيقول له انت بغيتي تخرج ليا على رزقي وبغيتي دير ليا وبالعاني كدير البقر ديالك، ها هما دول البقرات اللي انت فرحان بهم انا قتلتهم لك صافي وتهنى دابا مع راسك. وللاسف الشديد الابن ديالي ما اكتفاش بهذا الشيء، مشى شنو دار، كان هز معاه ليسونس وشد داك التراكتور ديال داك السيد جارنا وحرقوه ليه. صافي حرقوا ليه، بدا تيغوت الراجل مسكين. صراحه رزاف رزقو رزاف التراكتور رزاف في البقر. الناس عيطوا للبوليس قال لك هذا راه كيهددنا باغي يقتل السيد. جاو الجدارميه هزوه وداوه. انا كنت جالسه ما بيا لا عليا انا وبنتي الابنه ديالي الاسم ديالها رشيده. صافي جالسه ما بيا عليا جا واحد السيد تيقول لي جيت شوفي ولدك راه داوه الجدارميه راه ما داوه راه شنو دار واحد المصيبه. صافي انا مشيت صحابي قتل ولا ما نعرف شنو طرا، مشيت كنجري ونجاري عند الجدارميه لا بريغاد. مشيت لعندهم قلت لهم ياك لاباس ما ياك لاباس، قال لي راه ولدك ها شنو دار وها شنو دار.
انا ما عند بالي انني انسانه صراحه جاهله بالقانون، وصراحه الله صحاب ليا انا ما غاديش ياخد شي حاجه كثيره، غياخد واحد العامين 3 سنين كاع الا كتر وغيخرج في حالاته. ولكن اللي ما كنتش ضاربه ليه حساب هو الابن ديالي غيمشي ب20 سنه ديال الحبس. وحتى انا ما نكذبش عليكم تصدمت بهذا الحكم هذا، الكون ان انسان تيحرق واحد الرزق ديال بنادم وعاد قتل واحد الدابه اللي ما دارت ليه حتى شي حاجه، وهادشي غير عدم الوعي. كان كبر عقله ودار واحد الكرياج ولا شي حاجه، لا داك الثانيه ديالو كون ما غيطراش هادشي وما غيتحكمش عليه ب20 عام ديال الحبس. المهم الابن ديالي مشى من وراء الظلمات ومشى في الحباسات. صافي ملي مشات تحكم عليه بداك الحكم، ما راه صافي بغيت نحماق، ما عرفتش راسي شنو غندير. بقيت غير انا وبنتي رشيده اللي كانت اصلا هي خارجه من الابتدائي، ما عندها لا صنعه، ما عندها لا خدمه، ما قاريه، ما دايره حتى شي حاجه في الحياه، كانت غير جالسه وكانت يصرف على خوها وكيصرف علينا حنا. المهم بقينا انا وبنتي كنبكي. بنتي كانت واحد الانسانه حدوديه وما كتهضرش بزاف. المهم فاش وقعت الواقعه هي تاثرت بها بزاف وما بقاش يعني عندها الخاطر، وتا انا بقيت غير تنبكي تنقول الله يا ودي، انا يا ترزيت في راجلي وترزيت في ولدي، هادشي راه ما غاديش اكيد نتقبلوا في الوهله الاولى بواحد الصدر رحب. بقيت تنبكي شحال شغوره، ولكن لقيت راسي غادا وكنرجع باللور. يعني ما يمكنش ليا نبقى جالسه وكنبكي، خصني نوض ونتوقد، لان البنت ديالي فينيون بزاف وما تقدرش، ما غاديش تقدر دير شي حاجه. قلت خصني نجمع راسي باش نصرف على نفسي ونصرف على بنتي. وفعلا داكشي اللي طرا. كان الابن ديالي اللهم لك الحمد خلى لي واحد شويه تجيوجات وهذا، وبديت كنربي فيهم وتنحاول نبيع داك البيض ونبيع داكشي ونبيع ونشري ونترزق الله من هنا ومن لهيه. وكانوا بعض الناس مساكن تيتعاونوا معايا. الابنه ديالي اللي سميتها رشيده ما كانت كدير والو، كانت غير كتجمع الدار كطيب الماكله وهذا الشيء اللي عطا الله. بعد الحمد لله كنا لقينا ديك الدويره اللي جا معانا وكنا جالسين فيها، وداكشي اللي رزقنا الله تناكلوه، وفلوس الصباح كيديهم الليل. مشات ايام وجات ايام، وللاسف الشديد عندنا في ديك الدوار يعني واحد الجهل كبير، بحيث ان الابنه ديالي ما جات شي واحد دق بابها، وخاصه هي ما كانتش كتخرج بزاف وهذا، كانت يلا كتمشي تسقي الماء ولا كترجع، يعني ما كانش عليها العيب، لان كانوا كيعايروها وكيسبوها وتقول لها خوك حباس، وحنا ما يمكنش نتناسبوا مع شي واحد حباس. واصلا فيما كانتي بغي شي واحد يقدم على الخطوه انه يجي يخطبها، كيسمع ولا كيسول على العائله ديالنا، صافي كيتراجع ب10 الخطوات اللور. دازت ايام ومشات ايام، وهاد بنيتي هادي كانت عندها واحد صاحبتها. هذيك صاحبتها كانت من عائله شويه ميسوره، كانوا تبارك الله عندهم تما كنا في الدوار واحد لي زيطاج، وكانوا كيمشيو للوزام، وكانت الامور ديالهم زوينه، بحيث انها كانت ديجا عندها لو نيفو باك، يعني السيده مشات طلعت حتى للثانوي، وكانت بحال هكا يعني فيها بحال ديك جنون العظمه، وكتشوف راسها هي فوق من كل شيء. يعني زعما مثلا بحال دابا مصاحبه مع بنتي كتقول لا انت ما كتفهمي حتى شي حاجه، انت خارجه غير من الابتدائي، سمعي مني انا نقول لك. وكانت الابنه ديالي بحال واخداها قدوه في حياتها، واخا هي ما دايره حتى شي حاجه زعما صراحه. كانت هي شدات النيفو باك وجلسات من هنا ومن لهيك كتفرع هنا، انا عندي النيفو باك، انا عندي كذا، بحال خدات الدكتوره. وكانت كتجي عندنا بزاف كتعمر، مره كتجي كتذوقنا الضايقه، وراكم عارفين مع القضيه شويه مبوربيه، كانت كتجي بعض المرات. وكانت هي صراحه الله بحال بنتي، يعني بحال كانوا عندي 2 بنات، لان كانت بنتي مريم ما كانتش كتجي تزورنا كاع، كانت هي وراجلها صافي لا جات شي مره في العام وصافي ما كانش كيفاش. الكون ان عاوتاني بعيده وكانت شويه يعني المركوب شويه غالي ما تقدرش تجي. المهم دازت ايام وايام، بنتي ما رشيده ما تزوجاتش، وحتى صاحبتها ما تزوجاتش، ولكن صاحبتها كان عندها التليفون وكانت كتشقى على راسها، كانت كتبقى تهضر مع الدراري، كتهضر معاهم بالليل وبالنهار، وكانت كتشارجي داك الكونيكسيون داكشي، لان مهم كانت ديك الساعه باقا دخلت الانترنت ودخلوا التليفونات. بقات كتهضر
حتى قالت لبنتي واحد النهار بانها تعرفت على واحد السيد سميتو محمد، وفي العمر ديالو 33 سنه، وداك الدري راه تبارك الله خدام في واحد الشركه وعنده الطوموبيل ولاباس عليه. وقالت لها راه واقيلا غنبقى ندور عليه حتى يتزوج بيا. قالت لها الله يسهل عليك بنتي، انا كانت عزيزه على صاحبتها بزاف. المهم بقات السيده كتهضر، كتقول لها علاش انت ما تاخديش التليفون وتهضري. قالت لها ويلي منين جاني انا يا ربي، لقاو غير ما ناكلو ونشربوا، عاد لقى انا نشري تليفون. المهم بقات ديك امينه كتهضر تهضر 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 حتى طاح لها الراجل في الشبكه. صافي من طاح لها في الشبكه ولا تيحماق عليها ولا كيبغيها، كيصيفط لها مره الفلوس، مره كتجيب شي لبسه كتقول لها وها انت شوفيني انا راه صيفط لي خطيبي هذا، كتقول لي خطيبي بلا ما يجي يخطبها. ما علينا، داز شويه د الوقت وفعلا السيد جا حتى لدارهم وخطبها، وجات لعند بنتي قالت لها باركي ليا راه صافي انا راه غادي نتزوج وغندير العرس وغنعرض عليك انت وميمتك. وانا سمعت الخبار عنقتها، قلت لها والله نباركم سعود راه بحال لا بنتي تزوجات، والله يكمل عليك بنيتي بالخير. قالت لي صافي ان شاء الله راه النهار الفلاني راه غادي تحضروا معايا الحنه وغتحضروا معايا لهذا، واكيد راه كلشي غادي يكون هو هذاك. وبقيت كنشوف، قلت لها بنيتي زعما انتيا ما تدبريش على راسك وتشوفي شي راجل. قالت لي منين ندبر عليها امي، انا ما عنديش مع ديك البساله، انا ماشي زعما كنت كنحرضها ولا هادي، وانما كنت كنقول زعما حتى هي زعما الا كان، قلت لها زعما الا كان شي هاد ولد الناس اللي لقاتو صاحبتك زعما الا عنده شي خو ولا عنده شي صاحبو يتزوجي تنتيا ديري مع حالك. واخا كنت غنبقى بوحدي، ولكن كنت كنفكر فيها البنت تبارك الله وصلت ل 22 طالعه في 23 سنه، كنت كنقول بانها صافي خصها تشوف دارها، خصها تتزوج، وخاصه في داك الدوار ما بغى يساومها حتى شي واحد. ما علينا، بحال هكا دازت واحد الايام وفعلا تمت الخطوبه وتم ضرب صداق، ودارت هذيك صاحبه بنتي واحد العرس من داك الشي الرفيع، والسيد جاب الطوموبيل وكانت فرحانه، قالت لي واخيرا خالتي غنقلي السم لبنات الدوار، تيقول لك احقا تزوجوا في 16 عام وانا بقيت 22 سنه وانا ديت سيدهم. المهم البنت كانت فرحانه بزاف عاد. المهم واحد الفلاش دارتو زوين صراحه، من نضت من هذيك ديال الجلسه ديال العرسان. قالت لبنتي، قالت لها اجي جلسي تنتي تصوري وديري وفعلي، وراه تنتي بحال اختي، وانتي اصلا اختي ماشي بحال اختي، فرا ان شاء الله يعني تنتي ربي يجيب لك سعدك وغادي يسقموا لك وكوني هانيه. وصافي تفرقوا بالبكاوات وبالداك الشيء اللي كنا عارفين، حيت بحال اختها. وتانا صراحه الله جاتني البكيه عليها لانها كنت مولفاها بزاف وكانت كتجي عنا، وكان خاصها تهز الرحال ديالها لكازا. المهم داك النهار مشاو في حالاتهم لكازا ومشاو يبنيو الحياه ديالهم. مع انا بنتي ما عندهاش التليفون وانا ما عنديش التليفون، كنت كنمشي نزور الابن ديالي وكنديروا القفه حتى هو كان زايد عليا بداك الشيء القفاف. المهم دازت ايام وايام عصيبه علينا، وبنتي كانت مسكينه غدا وكتكتئب، لان حتى ديك الصديقه ديالها اللي كانت زعما كتطيب لها خاطرها وتجلس معاها وتضحك معاها ما بقاتش، بين الليله والضحى بقات بنتي غير بوحديتها وتا انا غير بوحديتي، وجالسين في واحد الكآبه وواحد المرض. وكتبقى تقول لي يا امي ما عرفتش انا فين مشات صاحبتي امينه، ما بقى عندها لا اخبار لا والو. وكانت مره كتمشي مسكينه كتمشي كتسول الام ديالها، الام ديال صاحبتها كتقول لها واش امينه بخير، كتقول لها بنتي راه فايتك غير بالصبر. مع بنتي انا ما كانتش عندها الفطنه زعما صراحه، كانت شويه يعني ما كانش واحد الانسانه اللي عندها سرعه البديهه. صافي كانت كتسول عليها غير الام ديالها، وتقريبا داز مده ديال سنه وهذيك صاحبتها ما بانش ليها الاثار، ما بان لها لا اثار، ما جات لعندها ما حتى شي حاجه. ما علينا. المهم والاعوام كدوز وحنا ما حاسينش بها، وكنت كنقول يا ربي تيسر لهاد البنت هادي ودير ليها شي تاويل الخير في حياتها، تلاين انا غادي نبقى عايشه ليها وغادي نبقى انا اللي جامعه بالها فين. وكنت كنقول بان ربي راه ما غاديش ينساها. المهم دازت عام على زواج ديال امينه، حتى لواحد النهار كنا جالسين ما بينا ما علينا، نقول لكم مع ديك
الجوج بحال هكاك تغدينا وجلسنا شويه تنسمع الدقان ديال الباب. كنت ديك النهار انا عيانه وما كانش فيا اصلا اللي يخرج يسرح لا غنيمات ولا يسرح تجيوجات ولا حتى شي حاجه. المهم كنت صيفط بنتي وهي اللي تمشي تقاد داكشي، قلت لها شنو غادي دير. وواحد شويه تنسمع الدقان في الباب، قلت ربما غتكون البنت جات. المهم حليت الباب حتى كنلقى واحد البنت قدامي. لقيت ديك البنت بديت كنحقق في الملامح ديالها مع انا ما كنتش كنشوف مزيان، وهي تقول يا امي حبيبه عنقاتني. قلت لها هاي علاش الشويطينه كي وليتي هاي لالا، وفينا هو الحجاب واش هاد اللباس هذا يا بنيتي؟ شتك غير مشيتي عام واحد تبدلتي علينا وليتي بحال هذوك اللي كنشوفوهم في المسلسلات. قلت لي اش غنقول لك اخالتي، ضروري الوقت ما تبدلك. قلت لي فينا هي صحيبتي؟ قلت لها راه مشات غير هنا وغادي تجي. قلت لي وصافي ما تقوليش لها انا جيت، خليها زعما ندير لها مفاجاه. صافي هي تجلس في واحد البويت بحال هكا مخبيه. واحد شويه جات بنتي دخلات وهي تلقى صاحبتها وبداو يتعانقوا ويتباوسوا ويتباكاو، وتقول لها واه انت يا اختي؟ قالت لها تبدلتي جا معك الزواج. قلت لها ايوا صافي بقى لي غير الزواج، كون بقيت في داك الزواج ما عمرك غادي تشوفيني ولا تشوفيني بهاد الحاله على من الزينات يا اختي. قلت لها كيفاش علاش شنو طاري شنو المشكل عاودي ليا. قلت لها انا راه ديما كنت كنمشي نسول ماماك عليك وكنت كنحاول نسقسي عليك، ولكن ما كانش يوصلني عليك حتى شي خبر، كتقول لي سفيتك غير بالصبر ولا شي حاجه بحال هكا. وكنت كنرجع للدار قلت انا ربما نتيا راكي عايشه بخير. قلت لها شمن عايشه بخير تنتيا، ولكن كل حاجه فيها خير صراحه. كون بقيت في الدوار وما تزوجت كراني مازال كنقرقب انا وياك ننام بالليل وبالنهار وما ندير حتى شي حاجه من هاد الشيء اللي انا وصلت ليه. وهي تقول لها بنتي، قالت لها ايوا خيار شنو درتي؟ قلت لها واش غنقول لك، انا راني طلقت وما بقيتش مزوجه تقريبا، طلقت هادي شي 6 شهور. دوزت مع داك العام حيت لان هي رجات من بعد عام ونص ماشي تاع عام، نسيت. المهم قلت لها دوزت مع داك العام وصافي. السيد كان تيغوت عليا وباغي يضربني، وتا من ديك مو كانت باغا طردني خدامه سمعتني جايه من الدوار وما عارفينيش انا عندي النيفو باك. المهم ديك السيده كانت هازه قنانفه غير بداك النيفو باك اللي عندها. قلت لها بنيتي الزوج راه كيبغي الصبر، ما فيها باس الا خدمتي مهمته خدمتي شويه في الدار، هو هذيك راه دارك وهذاك مولا دارك. قلت يا خالتي انت ما فاهمه حتى شي حاجه. قلت لي لا انا ما محتاجش ندير هكا، ولكن دابا انا راني خدامه وعندي الفلوس وخدامه وساكنه غير بوحديتي. قلت لها ويلي علاه ساكنه بوحديتك وهادو والديك ما قالوا والو؟ حيت حنا عندنا عيب في الدوار ديالنا عيب ان المراه تسكن بوحدها. قلت لي اش عندهم ما يقولوا، راني كنصيفط لهم الفلوس كل شهر. وبقيت كنشوف صافي سكت انا دبر راسها انا مالي فيها. المهم بنتي بقات كتقرقب مع الناب وتدي وتجيب معاه في الهضره. قلت لها المهم انا خدمت في واحد المخبزه كبيره في كازا، ايوا تيخلصوني 3800 درهم وداروا لي ورقيه، وانا راه دابا كنجمع شويه ديال الفلوس باش انا نشري شي دار ديالي. ايوا كيتك يا الزغبيه بقيتي في الدار هادي قاعده وكتغمالي يا اختي، شرفتي الكميش ناض فيك. قلت له هادشي اللي عطا الله اش غادي ندير، باقي حتى شي واحد ما دق بابي ولا ما تبيض ليا لا سعدي لا والو. وكانت مسكينه بنتي مهمومه وانا نطير فيها. قلت لها بنتي كل واحد ورزقه، ما كتعرفيش شنو مخبي لك نتيا وشنو مخبي لها هي. وقلت لي يا خالتي ما نكذبش عليك، بنادم هو اللي يشقى على راسو وينوض ويدبر على راسو ويغير البلاد. اويلي راه تغيير البلاد راه مذكوره في القران. قلت لا بنيتي انا بغيت بنتي تكون حدايا، ما بغيت لا تغير لا بلاد ولا مدينه. المهم بقات جالسه معانا. قلت لها راه انا غادي نبقى هنا غير شي شهر ونص نرتاح شي شويه وغنرجع للخدمه وراني خديت كونجي وواحد شويه غادي نرجع في حالاتي. المهم بقات السيده كتجي عندنا كل نهار وانا معاها كنت من شويه رجعت صحيحتي كنت كنخرج وكنخليها مع بنتي. وانا اللي ما كنتش عارفه بان هذه يعني الصديقه ديالها كانت كتعمر ليها راسها، بغات يعني رشيده تمشي معاها لكازا وتعيش معاها. ولات البنت يعني كتبقى تقول لها راه الا مشيتي غتخدمي وغديري وغتفعلي وغتركي وغديري بزاف ديال الحوايج.
وكنت تقول لها شوفيني انا تبارك الله، شوفي الحوايج، شوفي هذا انت جالسه في ديك البيجامه الباليه كلها مقطعه ومشقه هكاك، والله الا بقيتي فيا هكا هاد البيجامه هادي لبسيها. وكانت ديما كتقري ليها السم. وانا نهضر مع بنتي قلت لها بنيتي امينه شتا تبدات بزاف وما بقاتش عجباني. قالت لي امي هذيك صاحبتي وكتبقى اختي وباغيه ليا الخير. قلت لها ايه ما قلناش، ولكن بنتي ما عرفتش حاسه باحساس ما عجبنيش. المهم فات واحد شويه الوقت ولات بنتي جات عندي واحد النهار، كنت انا جيت نرتاح وجلست، وهي تقول لي يا ماما بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت لها نعم بنتي. قالت لي يا ماما كيما شتي امينه تبارك الله بدلات من حياتها، وقالت لي راه ما شاء الله راه عندها الفلوس وغادي دير الدار، وانا شوفي حالتي كيفاش دايره جالسه غير في هاد الدوار، حتى شي واحد ما كيساومني وانا ما عنديش وحنا ما عندناش، وصراحه ما كرهتش انا نمشي نسافر ونجلس معاها راه عندها الدار ونخدم. انا بديت كنسمع الهضره ما تيقتش. قلت لها بنتي جمعي راسك، انا خدامه عليك بالليل وبالنهار باش ما تقوليش لي هاد الهضره. قالت لي عافاك امي شنو غنبقى دايره وانا هنايا كنتسمى بحكم البايره وما يمكنش ليا وكذا، وبدات كتهضر. قلت لها بنتي صافي سدينا الموضوع، هذا الموضوع ما بغيتش انا نسمعه مره اخرى، صافي ما يمكنلكش تمشي. ايوا البنت بقات عليا بالليل وبالنهار وتجيب صاحبتها وما خلاتش شكون جابت، وانا بقيت كنشوف وبديت كنطل يعني كما كنقولوا كنشوفوا يعني كل شيء، ما تنشوفوش غير ديك اللحظه. وقلت شنو غادي ندير حبيبه، البنت تبارك الله غدا وكتكبر وانا صحيحتي غدا وكترجع باللور. ايوا حتى هي خصها تمشي تخدم على راسها ودير شي صنيعه، وصراحه انا طمعت ما نكذبش عليكم، قلت تمشي تعاونني وتخدم، وتبارك الله 3800 درهم راه شي حاجه كبيره بالنسبه لينا في داك الدوار. بقيت كنفكر بالليل وبالنهار، وكنبقى غير تقريبا يومين، وديك الساعه قلت لها صافا بنتي سيري ولكن حضي راسك وحاولي انك ما تثقيش بزاف. مشات بنتي مع الصديقه ديالها ومشات سكنات، وقبل من هاد الشيء ديك امينه عطاتني واحد التليفون صغيور، قالت لي ها انت خالتي مره نبقاو ندوزو لك فيه، ووراتني كيفاش نستخدمو. قالت لي باش تبقاي تطمئني على بنتك رشيده وان شاء الله الامور كلها غادي تكون مزيانه. قالت لي امي انا غير غادي صاحبتي غتشوف ليا الخدمه ان شاء الله الشهر الجاي، وغنبقى نصيفط لك الفليسات وغادي يكون الامور يعني ما تحتاجيش لا تخدمي لا حتى شي حاجه، ونجيبك عندي حتى انا الكازا ونعيشوا في كازا. قلت لها صافا بنتي سيري الله يرضي عليك والله يفرشك برده ويغطيك برده. مشيت عند خوها وهضرت معاه، وخوها دار فيا قال لي علاش مشيتي خليتيها تمشي لكازا، واش انت حمقى واش هذا واش كذا. قلت له دابا هادشي اللي عطا الله، انا عييت وتا انا بغيت اللي يعاونني، انت في الحباسات خصني نجيب لك القفه، ما حيلتي نجيب لك القفه ما حيلتي نصرف على اختك، حتى هي تمشي تدبر على راسها. قال لي انا اصلا ديك امينه ما عنديش معاها وكتبان لي بنت في شكل ماشي بحال اختنا. قلت لي صافي خلي اختك تطونطي لا شونس ديالها وصافي خلينا حنا عايشين حنا بخير علينا، وربما ان شاء الله غادي ربي يسر لها. قال لي انا خايف من هذا الشيء وصافي. المهم دازت ايامات وفعلا الابنه ديالي بدات كتهضر معايا. قلت لها بنيتي واش لقيتي شي خديمه شي حاجه؟ قالت لي امي راه مازال ما لقيت لا خدمه لا والو، وراه كل مره كتقول لي يا امينه غادي نلقى لك الخدمه، راه غير واحد البنت دخلوها جديده وغادي يخرجوها وانت غتجي بلاصتها. وبقيت كنشوف بان البنت ما كان حتى شي زعما شي تقدم في داكشي اللي جالسه تماك وصافي. قلت شوفها بنيتي باش ما نكذبش عليك، هاد صاحبتك هادي بنت ليا راه ما تشوف لك لا خدمه لا مولاي بيه، سير بنيتي قلبي على راسك وشمري على دراعاتك وخرجي وبقاي تسولي هنا ولهيه حتى تلقاي شي خدمه. قلت لي صافي امي والله الا عندك الحق، الا تبعت انا هاد امينه ما نبقى غير جالسه وما غندير حتى شي حاجه، ونفس داكشي اللي كنت كنديرو في الدوار غنديرو هنايا. قلت لها صافا بنيتي الا ما لقيتي لا خدمه لا والو رجعي بنتي وجي نخدموا مع بعضياتنا هنايا وعلاش لا. قالت لي صافا ميمتي انا غادي نحاول وربي غادي يسر واللي فيها الخير غادي يديرها الله. قلت لها بنيتي سيري الله يسهل عليك. وفعلا بنتي كانت كل نهار كتمشي كتدبر على راسها من هنا ومن لهيه، وكما كنقولوا تحركوا ترزقوا، وصراحه الله ربي يسر ليها. كنت كتمعوله غير على ديك صاحبتها وراه جلسات خلا.
وفعلا البنت ديالي مشات خدمات عند واحد مول الكافي، كانت كتغسل ليه الماعن وتقادلو داكشي، واللهم لك الحمد. كانت اتصلت بيا قالت لي ميمتي راني لقيت واحد الخدمه في الكافي وراني فرحانه وراني هذا. قلت لها مزيانه بنيتي، داكشي اللي بغيت لك. كانت مره بنتي في الاول كانت كتصيفط ليا شويه الفلوس، ولكن داك الفلوس ديال الكافي كانت يعني قليله بزاف، لانها ولات يعني مشاركه مع صاحبتها في الكرا في الضوء والماء. واخا هما كانوا جالسين 3 ديال البنات، انا ما كنتش عارفه شنو كيوقع بيناتهم، ولكن كانت بنتي كتعاود ليا كتقول لي بانها هي ما مرتاحاش تجلس معاهم، وقالت لي بانها غير تلقى شي خدمه ما احسن غادي تشوف شي دويره ونجي انا نسكن معاها. قلت لها بنيتي صافي غير كملي في هادشي اللي تديري، وان شاء الله ربي ما غادي يسر لك الامور ديالك وغيدير لك غير الخير. المهم مشات بنتي بدات خدامه مره تصيفط ليا شهر، ما تصيفش شهرين، وصراحه الله انا ما كنتش كنكلفها بزاف. وهضرت معاها قلت لها بنتي الله يرضي عليكي الا كنتي نتيا مثلا ما كتصوريش هاد الفلوس قليله وهذا وتشوفي راسك كتكرفسي على والو، رجعي يا بنتي. كنت كنقول لها ديما رجعي، ولكن البنت كانت راكبه راسها وكتقول لي لا امي ما غنرجعش. من بعد البنت غبرات ما بقاتش كتعيط ليا، بديت تنعيط وانا نمشي عند الام ديال امينه. قلت لها عافاك حبيبتي لما عطيني النمره ديال امينه، بغيت نعيط لها راه البنت ما عرفتش فين غبرات. المهم عيطت لامينه هضرت معاها، قالت لي شكون معاك؟ قلت لها انا خالتك حبيبه. قالت لي خالتي لاباس كلشي مزيان؟ قلت لها لاباس الحمد لله، واش نتوما مزيانين؟ راه كنعيط لبنتي رشيده ما كتجاوبنيش. قالت لي صراحه خالتي ما عرفت مالها مغيره هاد الايام، ما كتهضر مع حتى شي واحد، ما عرفتش مالها صراحه، باينه عندها شي حاجه مخبياها. قلت لي طن في راسي، قلت اويلي شنو بنتها تكون كاع مخبيه؟ معليش. قالت لي والمهم خالتي انا مع ديك 8:30 غتجي هي من الخدمه وغادي نعيط لها ونعطيك تهضري معها واحد شويه. وفعلا بقيت كنعاين تنقول ربما غادي تعيط البنت ليا. ومع ديك 9 هكاك 9 العرب عيطت لي امينه وهي تقول لي الو خالتي لاباس عليك وشي مزيان؟ قالت يا رشيده حدايا. حسيت بان بنتي ما بغاش تهضر معايا. هضرت معها قلت لها بنتي ياك لاباس ما كيغبتي على هذا الوقت كامل كنا كنهضروا ديما؟ قالت لي امي غير الظروف وصافي. قلت لها من ظروف بنتي؟ واش ما بقيتيش باغا تهضري معايا وبغيتي تقطعي كلامي؟ واش بغيتي تكوني بحال مسخوطه اختك مريم؟ قلت لها ما كتهضرش معايا بالشغل. قلت لها حشومه عليك بنتي، انا بغيت نعرف كي واش مزيانه ولا ماشي مزيانه، وانت عارفه قلبة الام. قالت لي يا امي راه صراحه الله كنت عيانه وهاد الايام، وبقات كتدخل وتخرج في الهضره وانا عارفاها صراحه تربيه يديا، عارفاها وفاهماها وحافظاها مزيان. قلت لها بنتي عندك انت شي حاجه مقلقاك؟ قالت لي والله والو ما كان مقلقني والو. بقيت معاه ولكن البنت ما بغاش تقول لي. المهم بقات مره كتعيط لي من بعد داكشي باش ما تجيش الشكوك ربما في شي حاجه اللي مخبيها الله اعلم. داز واحد شويه د الوقت واحد شويه وهي تعيط ليا، النبره ديال صوت بنتي كانت فرحانه. الو ماما كي دايره لاباس كذا كذا؟ قلت يا امي شوفي انا راه غادي نجي هذه السيمانه الجايه. قلت لها والله مزيان بعدا بنتي من غادي تجي؟ قلت لها راه شحال ما شفتك او 100 عام مشيتي من تماك ما عاودتي جيتي. قالت لي شوفي انا جايبه خبر واعره صافي، انا راه جا واحد السيد غادي يتزوج بيا وغادي يجيب عائلته وان شاء الله غادي يكون غير الخير. صراحه الله فرحت بزاف. قلت لها مباركم سعوده بنتي والله يكمل عليك بالخير ونتمنى لك ان شاء الله غير السعاده. قالت لي صافا امي اخيرا ابواب يعني الخير تفتحت لي قدام وجهي. قلت لها وان شاء الله غادي يكون غير الخير. صافي من قالت لي ديك الهضره سديت التليفون، ولكن ما عرفتش جاتني واحد الغمه في قلبي ما عرفتش شنو هي، وقلت ربما حيت زعما غتزواج ويمكن هذا الشيء غير حيت انني ما بقاش نشوفها بزاف، وقلت انا اصلا ما بقيتش كنشوفها بزاف هذا العام. ما علينا. داز ديك السيمانه كنت فرحانه باش تجي بنتي، بديت كنقاد في الدار ونقاد فيها باش يجيو الناس. فعلا بنتي جات بدات كتقاد الامورات ديالها وجاو داك الناس وجابوا معاهم الام والاخت، وكان داك السيد من طنجه.
صافي كان من طنجة يعني واحد الدوار تما كاينه حتى هو، يعني ماشي طنجة واحد الضواحي تما كاينين. وهادشي طرا في سنة 2018. المهم السيد جاب عائلته، جاي تبارك الله محمل، وتا عائلته تبارك الله باينين زعما ناس ميسوره، واخا تما من الباديه، وكنا الناس دراوش اللهم لك الحمد. قالت لي بنتي بانه تا هو خدام في كازا وخدام في داكشي الالومنيوم، عنده الحرفه ديالو، وبان كانت كتعرفو قبل وصافي دابا جاي يتزوج بها. قلت لها وصافي بنتي الله يكمل بخير، الحمد لله بعدا هاد كازا هادي جابت لك بعدا الراجل، انت بعدا تحركتي بعدا جبتي راجل في يديك. قلت لي وهذا الشيء اللي عطى الله امي. وسبحان الله العظيم ملي كيكون الانسان فرحان ولا وصل شي حاجه زوينه، لان بنتي كان عندها حلم كبير انها غير تزوج، ما كانت باغا لا دار لا تخدم لا والو، داكشي غير عمرات ليها راسها به هذيك خيتي. المهم جات معها امينه، كانت فرحانه حتى هي، كنا فرحانين كلنا. دوزنا ديك الخطبه، بنتي صافي خلات ديك الخدمه ديالها الملاوطه، وقال لها شوفي احنا راه غادي نمشيو باش نديروا العرس ديالنا في طنجه، يعني في الضواحي ديال طنجه. قالت له صافي. قال لها المهم انت وجدي راسك هاد 2 سيمانات قدي الامورات ديالك باش تجيو عندنا كاملين ونضربوا العقد نهار العرس وربي يسر الامور. فعلا بدينا كنقادوا الامورات ديالنا، وراكم عارفين العرس تيقول لك عرس ليله تدبير عام. والله ما لك الحمد مشات الامور على اتم وجه، يعني صراحه كلشي مشى هو هذاك. جمعنا الحويجات، شريت انا لبنتي حوايج، داكشي كنت مخبيه شي شويه الفلوس. المهم شريت لبنيتي شي بيجامات شي هذا، وعاد عطانا هو الحمد لله داك شويه الصداق. ايوا صافي الامور كانت مزيانه. جمعنا راسنا مشينا في الكار، حنا وحبابنا واصدقائنا، كان تبارك الله عندهم واحد الدار كبيره والفيرما وداكشي، وكانوا ولاد العمام، ودوك الناس زعما صراحه كانوا ميسوري الحال صراحه. مشينا عندهم لديك الدار، عطاونا البيت اللي غنجلسوا فيه، والامور كانت كلها طيبه، كانوا موجدين كل شيء، وكان تقريبا بقى العرس شي اسبوع بحال هكاك. صافي اون فوا بقى داك الاسبوع، بقينا كنتجارى ونجريو من هنا ومن لهيه، طلع لطنجه، هبط من هذاك الدوار، رتبنا كل شيء، وجا الموعد ديال العرس. قبل ما هادشي درنا الحنه وجلسنا وفرحنا وضحكنا ونشطنا حنا العيالات. المهم جا داك العرس، كان الدراري بوحدهم والعيالات بوحدهم زعما، والرجال بوحدهم. بقينا طالقين الكاسيطه وتنشطحوا، جابوا الجروب ديال العيالات تما كاينه، جابوه بدا كنغنيو ونشطحوا ونتحيروا. وديك الاخت ديالها كانت جات في داك العرس، اما ليله الحنه ما جاتش. دوزنا ديك الحنه مزيانه. لا غد ليه كانوا عندهم همايا يعني واحد الاعراف وتقاليد في ديك البلاصه ديالهم تما كاينه. دوزنا داك العرس داك النهار، جابوا الجروبات، جابوا داكشي، دوزنا كلشي مزيان. وبالنسبه للتقاليد في ديك المنطقه، كان بانه داك الراجل فاش يطلع بالعروسه ديالو في ليله الدخله، خاصو يشير لهم واحد المشوار بيض فيه الدم ديال العروسه ديال البكاره. صافي ملي كيشيرو كيضرب واحد 2 قرطاسات في السماء. المهم انا كنت شايفه داكشي، قلت ماشي مشكل، دبروا راسهم هما يعوموا بحرهم. المهم انا بنتي تزوج، وشفت انها غادي تكون في واحد البلاصه امنه وبلاصه زوينه. ما علينا، دوزنا العرس بحال هكاك، ومشات يعني الابنه ديالي مع الزوج ديالها، طلعوا العش الزوجيه ديالهم. صافي بقينا حنا لتحت، قال لك نبقاو لتحت يشير لينا العريس هذيك الشرويطه او السربيته. بقاو تيعاينوا دازت واحد شويه الوقت، وهو يطل من داك الشرجم وشير هذيك اللعيبه البيضاء، وعاد ضرب 2 قرطاسات في السماء بان البنت راه زعما عذراء وفيارج، ومشات الامور على اتم وجه. صافي ديك الساعه بدينا عاوتاني الاحتفال من الاول، بداو تيشطحوا تيغنيو. حنا صراحه الله هادشي ما كانش من عاداتنا وتقاليدنا، تجينا شويه الحشمه، ولكن حنا سايرناهم في داكشي، وتا انا بديت كنضحك معاهم. واكيد اي ام غادي تكون فخوره ببنتها انها حافظت على شرفها وحافظت على داكشي ديالها. ولكن للاسف هادشي كامل اللي كنا كنشوفو بهاد العين اولا بهاد الكاميرا ما كانش هو هذاك. وانا جايكم الهضره، ما علينا. اون فوا سالا داك الامر ديال ليله الدخله، والراجل ضرب دوك 2 قرطاسات ورمى لينا ديك الشرويطه اللي فيها الدم، تيهبط هوايا.
هبط وخلى الابنه ديالي الفوق. كنت طلعت عندها انا ودخلت عندها صاحبتها امينه، قلت لها واش كل الامور كلها مزيانه؟ قالوا لي قالت لي امور كلها مزيانه، ولكن كنت كنشوفها بحال عيانه شي شويه. صافي حنا بقينا هنايا، قالت لي شوفي خلي العروسه بوحدها، المهم في داكشي في العادات والتقاليد، ويلاه معانا انت يا ام العروسه تجلسي معانا، خليها ترتاح وخليها هذا. صافي العريس مشى هو عند ولاد عمامو تيعاود لهم على داك الشيء، وحنا مشينا العيالات مشينا جلسنا ونعسنا. صافي نعست انايا ما بيا لا عليا، ومع كنت عيانه بزاف، نعست واحد النوم عميق. واحد شويه الوقت كان خاطري مزير عليا اصلا حتى في العرس، وقلت ربما ان بنتي غادي تبدا حياه جديده، ولكن كنت فرحانه ليها صراحه، وما كنتش دايره كاع هادشي في الحسبان. بالنسبه للعريس كان هو سكران، كان شارب وبقوه معيا، وهذا مشى بات مع ولاد عمامو، مشاش بات مع العروسه ديالو، تا دار داكشي الليل دخله وبات معاهم بحال نسى ولا داتو عينو. والعروسه كانوا كيعينوها انها تخرج من داك يعني من غرفه النوم ديالها باش نفطروا حنا كاملين ونديروا الفطور ديال العروس. بقينا نعينوها ما بغاوش يفيقوا العريس. مشات الام ديال العروسه ومشاو شي اللوسات ديال بنتي كيدقوا عليها، بقاو كيدقوا حتى شي واحد ما كيجاوب. حلوا الباب، صافي من حلوا الباب وهنا كانت المفاجاه. صافي لقاو البنت طايحه وكشكشها خارجين، وداكشي اللي لقاوه ما يخطرش على البال. صافي بداو كيتجاراو ويجيبوا الماء يجيبوا البصله. انا مشيت مهلوعه شفت داك المنظر، وللاسف الابنه ديالي كانت الله يرحمها سلمات الروح ديالها لله عز وجل. اشنو وقع، اشنو طرا، وشنو الاسرار اللي تكشفت في هذه القصه. صافي تما كاينه بالنسبه لي انا العالم كله وقف فاش فقدت بنتي وشفت داك الموت ديالها. كان كاع داكشي اللي داز في حياتي ديك السنين كامله كما كنقولوا كوم، وهذا الشيء اللي طرا دابا وغنعاود لكم دابا كوم اخر. مهم صافي داك العرس تقلب 180 درجه، الناس ولات غير كتبكي وكتغوت. راجلها جات مهلوع بدا تيشوف داك الشيء ما فهمت حتى شي حاجه. قال لهم شنو واقع ما واقع، جيبوا الجدارميه، جيبوا البوليس، جيبوا الاسعاف. حضر كل شيء، جاو الجدارميه طوقوا المنطقه وبداو كيبحثوا، بداو يبحثوا داو لبنتي لامورغ. انا حالتي يعلم بها غير الله، راكم عارفين. داو راجلها بداو تيستجوبوه. انا ديك الساعه صافي طحت غيبت. داوني انا كوما، ما بقيتش عاقله على راسي. ربما بعد مرات ربي يغيبنا على هذا العالم باش ما نبقاوش حاسين بداك الالم الشديد اللي كنحسوه بقوه الاحزان. من بعد عاد جاو تيبحثوا معايا انا لهذا الجدارميه. قلت لهم انا ما عارفه والو، انا عند بالي بنتي مشات يعني للدار ديالها، علاش هادشي طرا الله اعلم. صافي بداو الناس كيسولوهم سولوا الراجل ديالها، لقاو ديك المكحله اللي لقاو ديجا فيها يعني مطرطق البارود ديالها، يعني مطرطق القرطاس ديالها. منين جاتكم المكحله، منين جاكم هذا؟ وهاد المكحله اصلا كانت غير مرخص لها. هنا ولينا في قضيه اخرى ماشي حتى في المود ديال بنتي. منين جاكم القرطاس اسيادي؟ بوات العريس والعريس بنفسه قالوا ما ودي حنايا في العادات والتقاليد ديالنا كنضربوا داك المكحله، تنضربوا القرطاس من تلقاو البنت فيارج. صافي بداو هنايا تيبحثوا مع داك العريس ديال بنتي وشافوا بانه عنده واحد الجرح في يديه. قال لي هذا الجرح منين جاك وفين كنتي فاش كانت العروسه هي بوحدها وكيفاش انت ما كنتيش مع عروستك؟ قال له ما ودي حنا من عاداتنا وتقاليدنا راه تنضربوا داكشي وكنرميو هذاك المشوار الابيض اللي فيه الدم، وصافي تنمشيو نجلسوا مع ولاد عمامنا والرجال حتى لغد ليه في الصباح تنديروا الفطور ديالنا. هادشي عادات وتقاليد ديال البلاد. قال له ودي ما كاين لا عادات لا تقاليد، دابا القانون اللي كيحكم. راه نتوما عندكم اولا كحله ما مرخصاش، ثاني حاجه
جبتو داك جوج قرطاسات، جبتو من عند واحد السيد اللي عطاكم دوك القرطاس وما عندوش الحق انه يعطيكم القرطاس. ثالث حاجه واللي هي الكارثه الكبرى هي انكم عندكم جريمه قتل في حق العروسه في ليله الدخله ديالها، وانت يا جارح يديك قول لينا اشنو واقع. قال لهم ودي انا ما عندي ما نخبي عليكم، انا هاد المراه هادي كنبغيها وما عمري غنفكر ولا فكرت شي مره انني غنقتلها اولا غندير فيها شي حاجه. قال لي قول لنا شنو طرا، شنو هاد الجرح، شنو هذا؟ قال له ما ودي انا هاد السيده تقريبا وانا معاها عام، كانت جات خدامه في كازا، وشفتها وعجباتني وبقيت معاها، وصراحه الله تغرمت بها وليت كنبغيها ولا حتى هي كتبغيني، وقعت معها في الحرام وصافي فتضيت انا البكاره ديالها قبل ما نتزوج بها. صافي البنت هنايا جا واحد تانيب الضميرك بزاف، ما بقاتش باغا تهضر معايا، وانا طلعت معاها راجل قلت لها شوفي ما عندك مناش تخافي، انا غادي نتزوج بك، غير نجمع راسي شي شويه وما يكون ان شاء الله غير الخير. فعلا داكشي اللي طرا جمعت راسي، وكنت يعني حبيتها وعرفتها انها بنت دارهم وما عمرها داز شي واحد في حياتها، وقررت باش انني نتزوج بها. وهنايا في عاداتنا وتقاليدنا الا ما كانتش البنت فييرج فراه اكيد غادي تطرا واحد المشكله كبيره، وانا ما بغيتش نقولها لعائلتي، فلذلك انا درت هاد البروباغندا اولا هاد يعني هاد التمثيليه، ضربت يديا رميت لهم داكشي، ضربت القرطاس للفوق، وهذا الشيء اللي عطا الله. اما انا راه ما كنتش حاضر في داك الوقت الجريمه اللي مات فيه البنت. ايوا هنا شكون قتل البنت، شكون كان معاها، شكون اللي دار هاد الفعله يتمني ويتم بنتي؟ بقاو تيقلبوا. هنايا جات واحد الحاجه دارت لي الطن في راسي، بقيت كنقلب بغيت نهضر غير مع امينه ما لقيتهاش. مشيت عند بعض الاشخاص كنسول على امينه، قالوا لي راه حكا والواد راه مشات بالليل في الكار وما عرفناهاش فين زادت، وما عرفش يعني كيفاش هاد البلان هذا اللي مشات. سيده كانت بايته معانا ما خصاتها خير. صافي ملي بداو تيستجوبوني الدرك الملكي قلت لهم شوف انا شكيت في واحد الحاجه، امينه كانت معايا ومشات في حالتها، وكيفاش اختها اللي كتقول عليها ماشي صاحبتها اختها انها تمشي وتعرف انها ماتت بنتي ومشات في حالتها، تقدر هي اللي تكون جايه من الدقه. صافي اون فوا خبرتهم بهذا الخبر لانهم بقاو تيسولوني واش بنتك عندها شي صحابات شي خواتات، قلت لهم داكشي هي فاش دات ليا طاحت ليا على راسي، وسبحان الله ربي كيبغي يفطنك لشي حاجه اللي نتايا واخا كتكون ساهي عليها، ولكن ربي كطيح لك ديك الفكره في راسك في الوقت المناسب باش يتحل اللغز ديال هاد القضيه. المهم بقاو شادين راجل بنتي الله يرحمها، وشادين بواه ومشاو جابوا تا داك السيد اللي عطاهم القرطاس، ومشاو جابوا لاله امينه الغزاله، جابوها. دابا هنا ولاو 4 ديال الاشخاص والخامس ما غاديش يطيح لكم على البال. جابوا امينه وبداو تيهضروا معاها، قال له علاش مشيتي؟ قالت له ما ودي راه ماما كانت مريضه وانا مشيت لعندها، واخا كانت مريضه نمشيو نشوفوا هاد السيده واش فعلا مريضه، راه عيطات ليا كذا كذا، فين كنتي فين جيتي فين هذا. السيده مبغاش تعترف في الاول، ولكن من بعد بداو تيضغطوا عليها، وراكم تبارك الله عارفين بان الدرك الملكي عندهم واحد الاساليب خطيره باش يخرجوا من الناس يعني داك الزيت العنكوريه وغيخليوها تعترف باللي يطريه ليها. فعلا نهارت وبدات كتبكي وقالت لهم ما نكذبش عليكم، انايا دابايا غنعاود لكم كل شيء، ولكن انا ما كنتش فهاد الجريمه غير بوحديتي. قال لها شكون كانت معاك؟ قالت لهم اودي كانت معايا بنت عم هاد الدري هذا اللي غيتزوج بصاحبتي رشيده الله يرحمها. قال لها عاودي لينا شنو وقع. قلت لهم نعاود لكم. قالت لهم صراحه مشيت انا تزوجت، يعني نرجع معكم شويه قديم، مشات تزوجات وقالت لهم كانت حياتي خايبه بزاف. صافي من مشيت طلقت، وليت ساكنه غير بوحدي، وليت كنمارس الدعاره، وانا كنشوف بانني انايا يعني ما مرغوبش فيا بزاف. وجاتني واحد الفكره، قلت علاش لا ما نجيبش هذيك رشيده ونستغلها ونبيع حتى ديك البكاره ديالها لشي واحد، نبقى نبيع ونشري فيها ونخرج عليها حتى انا كما تخرج ليا على حياتي. وفعلا مشيت لعندها وبقيت كنعمر ليها فراسها، وكنت قاصده بانني نبين لها بان حياتي احسن من حياتها.
صافي بقيت كنهضر عمرت لها راسها وجبتها معايا. من جبتها معايا وليت كان بعض الوقت كنديها معايا، شي واحد كيوصلنا كيدينا، ولكن البنت المشكل ديالها انها ما كانتش كتمشي مع هوايا، يعني ما كانتش كتمشي معايا في نفس الطريق، كتقول لي لا اختي انا انسانه مربيه ما غنمشيش معاك، وكنت كنحسبها بحال كتقلل مني وهي اللي زعما احسن مني. حاولت معاها بشتى الطرق ولكن السيده نهائيا واش كانت كتبغي تجر ليا. دازت ايام ومشات ايام وقلت انا والله لا شفت لها شي خدمه تدبر راسها، وفعلا ربي يسر ليها في واحد الخدمه. صافي من خدمات تعرفت على داك الشخص اللي هو دابا راجلها، ومن تعرفت عليه صراحه الله كنت كنحرجها عليه بالعني باش تخليه وهذا، وبدات السيده كتنساق ليه بشويه بشويه وطحت معاه في الحرام. ديك الساعه انا فرحت وقلت صافي الله جاب الله الوجيبه وهنا غنلقى منين ندخل ليها. بديت كنحاول انني نزين لها طريقه الحرام، ولكن السيده كانت دارت هذيك الفعله وبحال تندم معها الحال وكتقول يا اختي بعدي مني، انا ما بغيت حتى شي واحد يخرج لي على حياتي، صافي انا تخرج عليها، صافي بغيت غير نخدم ونستغفر الله. وهنايا كنت كنقول راه محال واش يتزوج بها، والا تزوج بها واخا تنطبق السما مع الارض ما غاديش يتزوج بها. وهنا كانت صدمه بالنسبه ليا، هو انه فعلا السيد كان راجل واقف معها وتزوج بها. وهنا النار شعلت في قلبي، ما حملتش يتزوج بها. كيفاش انا هاد العروبيه الخامجه اللي اصلا ما قاريه حتى شي حاجه، ما قرات، خارجه من الابتدائي وماشي حتى بحالي، والسيد واخا طاحت معاه جاي يتزوج بها ودارهم عندهم الفلوس وكل شيء. كيفاش هاد البلان؟ يعني انا حياتي شو كي مدمره وهي حياتها تولي مزيانه زعما. وبقيت حاقده عليها وما نكذبش عليكم، كنت باغا باي طريقه نطفي ديك النار اللي شاعله في قلبي. صافي من قال لها تزوج بها وفعلا داكشي كان غادي وكيتحقق، هضرت بقيت غاده معها وقلت لها انت اختي وحبيبتي وغادي نمشي معاك. صافي مشيت معاها وبقيت تنحاول انني اي واحد نتلاقى به من عائله ماشي القريبه ديال راجلها، غير عائله اللي تكون شويه بعيده ولكن على الاقل يذيع داك الخبار ديالها انها كانت نعسات معاه وماشي بنت، وكانت ديجا بغيت نسوق لها سمعتها. هذا هو الخطه اللي كنت انا دايره صراحه الله. وما لقاني الله غير بشيطانه بحالي، تلاقيت بها بقيت كنهضر معاها وقلت لها وانت ما في خباركش واحد القضيه، هذه بنت عمو اللي سميتها واحد الاسم مستعار وفاء. قلت لها لا ما في خباريش. قلت لها واش غنقول لك اختي، هذا الزواج هذا غير تصيده وصافي، بغيتو ديروا العرس وصافي. قلت لي علاش؟ قلت لها واش غنقول لك اختي، راه صاحبتي راه ديجا مشات معاه وما بقاتش بنت، وديجا كانت كتمشي مع رجال اخرين، وكنت ما صراحه الله ما نكذبش عليكم كنت باغا غير نسوق لها سمعتها، وما كنتش عارفه بان الامور غادي توصل لهذا الحد، وما كنتش عارفه بان يعني بديت يعني بحوايج صغيره وصلتني لهاد الحوايج الكبيره. هنايا لقيت هذيك بنت عمو ديجا حاقده عليه. قلت له ما نكذبش عليك، راه حتى انا دار ليا الشرف ديالي، ودابا حاليا انا ما عارفاش راسي شنو غندير، والنار قايده ليا في قلبي. وهنا اتفقنا بجوج. قلت له ما نكذبش عليك حتى انايا هاد خيتي هادي ما كرهتش نحيدها من على وجه الارض. قالت لها وصراحه انا الا حيدناه من على وجه الارض غادي تزوج بيا انا، وهي تمشي تشوف راسها شنو غادي دير. هي جات خدات الراجل كامل مكمول وشحال هو معايا في الاخر دار عليا، واتفقوا كما كنقولوا الكلاب على رجلين الطلاب. صافي السيده اتفقت عليها، اتفقات ديك الشريره ديال امينه والشريره ديال بنت عمو، واتفقوا عليها وقالوا لها شنو غنديروا ما نديروا، غنطحنوا البنت الزاج في واحد الحليب والتمر ديال داك الشيوت الفاكهه وداك التخربيق، وطحنوا لها الزاج بواحد الطريقه اللي ما تحش بها. وعلى ما اظن ان البنت فاش طرد ديك التمثيليه ديال راجلها وداك الشيء، جات صاحبتها وجبت ليها داك الزاج وداك الشيء في الحليب، وقلت لها شربي راه نتيا خاصك تقواي وخاصك كذا وكذا. وبقات لان بنتي مسكينه كانت صراحه كانت كتثق فيها واحد الثقه عمياء، يعني تاخذ اي حاجه من يديها وتاكلها. صافي خدات داك الشيء وجابتو لها مع الفاكهه وكتقول لها كولي شربي. والبنت مسكينه صافي توفات وماتت. بقات واحد شويه الوقت وصافي ما كان معها حتى شي واحد. البنت صافي
توفات وخرجوا لك شكشها، سمماتها بديك الطريقه البشعه، ويعلم الله شنو كانت حاطه لها اخر، الله اعلم. المهم ظهرت الحقيقه، هذوك البانديات بجوج تحكموا بالاعدام. اما مسكينه راجله تحكم ب10 سنين ديال الحبس، والاب ديالو تحكم ب13 سنه ديال الحبس، والسيد اللي مسكين عطاهم 2 قرطاسات تحكم تقريبا بشي 15 العام ديال الحبس على ما اذكر. يعني تشوفوا هاد الناس اصلا ما داروها لا بيديهم ولا برجليهم، غير حيت قرطاس وضربوا داكشي، وممنوع يتضرب القرطاس وانت ما عندكش الرخصه، داروا هذاك الفعل تهمايا ومشاو تهما في الرجلين. اما هادوك الله ياخذ فيهم الحق. كانت هذه قصه ديال اليوم، داتنا الدوار ديال الرمل، ومن بعد داتنا لواحد الدوار بضواحي طنجه. اللي بغيت نقول لكم اعزائي، بعدا كنشكركم اللي وصلتي لحد هنا، ساعه و15 ولا 10 دقائق. الا وصلتي لحد هنا عرف بانني كنبغيك، وشكرا لك بزاف انك كتصنت ليا. خلي لي كومونتير دابا وقولي بانني وصلت لهذا حتى الاخر. بغيت نقول لك ولا نقول لك اختي ولا خويا، عافاكم ما تثقوش في الصحابات والصحاب، يقدر يعطيكم واحد الوجه مزيف وانت ما على بالكش. وفعلا انا شخصيا كبنت يعني تعرضت لبزاف ديال الحوايج، تعرضت لشي اصدقاء كانوا عاطيني واحد الوجه، وفي الاخير كتكتشفوا بانه داك الوجه ماشي حقيقي ديالهم، وانما يا باغين منك مصلحتهم، يا باغين منك يعني يدمروك غير هكاك لله في سبيل الله، غير حقد وغيره وحسد. ركزوا على نفسكم، ركزوا على داكشي اللي غادي ديروا، لان فعلا التركيز على الاشياء تصنع منها المعجزات. وصراحه الله يخليكم ديما ان شاء الله منتبهين وما توقعوش في الاغلاط، والله يبعد عليكم شر الخلق يا ربي. شكرا لكم الاستماع لهذه القضيه او لهذه القصه اللي درتها لكم. كنت باغا نديرها لكم قضيه يعني نعاودها لكم، ولكن ان شاء الله ابتداء من نهار الاثنين ان شاء الله غادي ندير لكم قضايا مصوره، غتولي عندنا نهار قضيه مصوره ونهار قضيه مسموعه، على حسب الناس اللي عندي قدام كيبغيو القضايا المسموعه. كنشكركم بزاف احبائي، كنبغيكم اقسم بالله حتى كنموت عليكم، وشكرا لكم، ودمتم في رعايه الله، وتصبحوا على خير.